السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هنتكلم النهاردة على استعدادات النادي الأهلي لكأس السوبر الأفريقي، وهنتكلم على عودة الجماهير، وهنتكلم على فساد مالي في نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. كولر النهاردة قعد مع اللعيبة بعد قرعة الدوري الأفريقي اللي هو اللاعب فيه سيمبا، القرعة الكسكسي اللي اتعملت دي. طبعا سيمبا والاهلي اتخطى سيمبا هيلاعب صن داونز. فكولر قال للعيبه ما تشغلوش مالكم بالكلام ده خالص، احنا عندنا ماتش سوبر مع اتحاد العاصمه الجزائري، ما تفكروش في اي حاجه خالص غير الماتش ده. تمام. والراجل بصراحه اللي هو كولبر ده ولا برجر ده، مش عارف جايب مساعد ده ولا وجبه كولر ده، الناس بتشيد بيه جدا وعامل شغل جامد مع اللعيبه جدا جدا جدا. ودي اخبار النادي الاهلي. احنا اخبار النادي الاهلي هنقولها في عجاله بس كده عشان الفيديو ده طويل شويه. تمام. طلع علينا الاستاذ ثروت سويلم وقال لنا في مفاجاه في بدايه الدوري الجديد. ايه يا عم المفاجاه في بدايه الدوري؟ قال لك زياده عدد الجماهير. نعم، زيادة عدد الجماهير. هتزودوهم كام يعني؟ 5-10 زيادة تانية هيبقوا 6000 7000. ماشي اوكي، بس الاهلي كان مطالب بالسعة الكاملة للجماهير. وانا عايز اسأل سؤال هنا، اشمعنى الاهلي بس اللي بيطلب الطلب ده؟ هو مفيش جماهير في مصر غير الاهلي؟ في اهلي وزمالك واتحاد واسماعيلي ومصري، كل دي وكتير قوي، كل دي أندية جماهيرية. ليه ما بيطلبوش ان الساعة الكاملة للجماهير تبقى في المدرجات والمدرجات ترجع ويبقى في تشجيع ويبقى في ضخ فلوس في المدرجات والدنيا تشتغل والأندية يخش لها موارد؟ ليه الكلام ده ما بيطلبش الا الاهلي بس اللي بيطلبه؟ ويطلع الاستاذ ثروت سويلم يقول لك ايه؟ في مفاجأة. مفاجأة ايه؟ ده الاهلي اتنبح حسه هو الوحيد اللي بيحارب في الموضوع ده. فدي حاجة يا جماعة كنا عايزين ننوه بس عنها كده، ان مفيش حد بيطلب حاجة خالص غير الاهلي. هما الناس مكتفية بس بالكام واحد اللي بيحضروا كده وخلاص. ونطلع بس نقول ايه؟ هو الاهلي ما بيلعبش ليه في الاسماعيلي؟ يا عم توكس، مش اما يبقى عندك جماهير اصلا الاهلي يروح يلعبك في الاسماعيليه؟ ما هو غلبك في الاسماعيليه 6-0، خليها يروح يلعبك في الاسماعيليه. هيروح ايه؟ جماهير الاهلي هتروح من هنا للاسماعيليه وانت ما عندكش جماهير، لانك مش مطالب بحضور الجماهير. لازم الاستاد بتاعك ماتش على ارضك يتملي جماهير وانت تطلب ده. دي حاجه. الحاجه التانيه، كان في مشكله بتاعت سامسون، بتاعت حق الرعايه على نادي الزمالك. طبعا دي كانت مشكله ومطروحه امبارح وكل الاعلام تناولها. تعالوا النهارده بقى خالد بوطيب. خالد بوطيب المحكمه الدوليه بتقول لك ان ما تدفعش 25,000 فرنك سويسري. 25,000 دول بتوع ايه بقى؟ لما خالد بوطيب رفع قضيه دي رسوم الطعن على القضيه، 25,000 فرنك سويسري. طب الفلوس دي لو ما اتدفعتش يعمل ايه؟ القضيه تحكم لخالد بوطيب ويجي ايقاف كده سادس تاني للزمالك. اصل الزمالك ناقص مصايب. ايقاف كده سادس ولا خامس للزمالك. سيبك من ايقاف. القضيه بكام؟ خالد بوطيب هيبقى ليه كام؟ 2,700,000 يورو، يعني داخل في 3 مليون يورو. ايه النصايب دي؟ ايه الكوارث اللي عماله تدب على راس الزمالك دي؟ واللي يغيظك ان مفيش بني ادم، مفيش واحد عنده ذره ضمير يطلع يقول لك مين السبب في الموضوع ده، مين السبب في الكوارث اللي فيها نادي الزمالك دي. ما تلاقيش حد.
كله عمال دررق دررق يطبل، واللي عمالين يجروا على الانتخابات، وعملوا لهم المطعم بتاع نادي الزمالك مقر عشان يسلموا فيه الورق. كله عمال يجري على كرسي نادي الزمالك ومش عارفين ايه اللي في نادي الزمالك. ده نادي الزمالك فيه كوارث، في قنابل في نادي الزمالك، مفخخات في نادي الزمالك. ايه يا عم ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ الفلوس دي كلها راحت فين؟ راحت فين الفلوس دي؟ فاكرين الفيديو اللي قلت لكم فيه ان سبب الفساد ده كله واللي حصل في نادي الزمالك ده تركي آل الشيخ؟ فاكرين؟ وفي ناس طلعت هاجمتني، وناس يا عم انت مش فاهم، انتوا ناس منافقين. الراجل ده ساعتها جاب خالد بوطيب وبن شرقي وساسي، فرجاني ساسي، وجاب كروس المدير الفني، ولا واحد من دول قاعد في الزمالك، وكلهم مشيوا عليهم قواضي. الزمالك عليه قواضي منه. كروس رفع قضيه وسووها، وساسي قعدوه، الوزير طبعا راح مكتب الوزير وقعد عند الوزير. ما شاء الله الدولة بتعرف تحاجي وتطبطب على الزمالك وتزق في الزمالك. طب ما الاسماعيلي مديون وطالع عين امه، ما شفناش لحد دفع له، ولا حد خفض له ضرايب، ولا حد خفض له. يا جماعة تعاملوا مع الناس بالمساواة. ده في نصائح. طب استنى اسمعوا بس يا جماعة، معلش استحملونا شوية. بصوا يقول لك ايه. بيقول لك الزمالك يهدد المدير المالي الأسبق بالتحويل للنيابة، اختفاء 70,000 دولار. أبلغت اللجنة الثلاثية القائمة على إدارة الزمالك برئاسة عماد البناني المدير المالي الأسبق أحمد إبراهيم. اللي مش عارف أحمد إبراهيم ده يا جماعة، أحمد إبراهيم ده كان الدراع اليمين بتاع مرتضى منصور، كان معاه في كل حتة، وكانت فلوس بتتصرف محدش عارفها راحة فين وجاية منين في نادي الزمالك. هكمل لكم بس. أحمد إبراهيم يتقدم ببلاغ ضده للنيابة العامة بتهمة الاختلاس، حيث قامت اللجنة الثلاثية بمراقبة كافة الملفات المالية المعلقة بالزمالك، ووجدت أن أموال طائلة صرفت عن طريق المدير المالي دون قرار مجلس إدارة. يعني الراجل ده كان بيصرف بدون إذن من مجلس الإدارة. هو بدون إذن على الورق، لكن إيه يا أحمد هات لنا 70 أتوبيس عيال من بتوع الوجبات واطلع بينا على الدفاع الجوي، يا أحمد هات لنا مش عارف إيه. هي الفلوس كانت بتصرف بالطريقة دي، وادفع لفلان وودي لفلان وودي لعلان، وعزبة مفيش حد يسأل. الأوراق بتاعتنا والدفاتر بتاعتنا. اسمع. ورصدت اللجنة الثلاثية أبرز هذا الأموال صرف 70,000 دولار باسم لاعب اليد الأرجنتيني جاسمين بكاري، هو اسمه كده، على الرغم من أن اللاعب تقدم بشكوى دولية ضد النادي لعدم حصوله على المستحقات. الأمر الذي يعني أن اللاعب لم يحصل على ذلك المبلغ من الأساس. يعني إزاي اتصرف 70,000 جنيه 70,000 دولار للاعب، وبعد كده اللاعب أصلا رافع قضية على النادي؟ يعني الفلوس دي ما وصلتلوش من الأساس. طب الفلوس دي راحت فين؟ اسمع. فضلا عن وجود مبالغ مالية أخرى تقدر بالملايين تم صرفها عن طريق المدير المالي دون وجود إقرارات رسمية بصرفها، وهو ما يثير شبهة التورط في الاختلاس. كذلك هناك مبالغ صرفت ولا يوجد أي ورق مثبت بها في الإدارة المالية. يعني حتى في فلوس مصروفة
ومش لاقيين ورق بيها، وفي فلوس اتصرفت ومفيش ورق بيها. ادي يا جماعة الفساد اللي في نادي الزمالك. ومحدش يقدر يقول ليه، ومحدش يقدر يقول عشان ايه. خشوا واقروا الكلام ده واسمعوه، احنا مش جايبين حاجة من عندنا. المدير المالي الاسبق ده الدراع اليمين بتاع مرتضى منصور. ملايين مصروفة عن طريق المدير المالي، ومش عارفين، ما فيش اي ورق بيها وما فيش اي حاجة بيها وما فيش اي. اللاعب قال لك خد 70,000 دولار، طبعا ال 70,000 دولار دول اتسربوا مش عارفين راحوا لمين، واللاعب اصلا بعد كده ما خدش اي مستحقات ورافع قضية على النادي. الواحد والله العظيم مش عارف يقول ايه، مش هيقول الا حسب الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، عشان نادي الزمالك ما يستحقش كده. عشان جماهير نادي الزمالك اللي هي اصلا سامحوني في اللفظ يعني مش فاهمة حاجة، لما كنا بنطلع نشاور ونقول ده كذا وده كذا كان بيطلعوا يهاجمونا ويشتمونا. ده انا في مرة بقول لمرتضى منصور الدولة ما بتخاف تحاسبه، واحد طلع قال لي ما تتكلمش عن مرتضى ده سيدك. طبعا انا رديت عليه وقلت له احنا ملناش اسياد، احنا ما بنخافش الا من ربنا، بس اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام. واللي يزعلك ان مفيش لا راديو ولا اذاعه ولا اي حاجه ولا واحد ماشي في الشارع يقول لك مين السبب في اللي فيه نادي الزمالك، مع ان السبب واضح جدا. ومش هقول غير ان مش لاقي حاجه اقولها. هقول ايه بس؟ هقول ايه؟ ما اصل كلام هنتحاسب عليه. الزمالك هو اتعود ان فلوسه تتسرق وتتنهب والدوله تزقه، تشيله ضرايب، تشيله كهرباء، تشيله غاز، تشيله اي حاجه. هو اتعود على الزق من الدوله، والدوله عودته على كده. ماشي؟ مع ان في فرق كتير محتاجه 1/10 من اللي بياخده الزمالك من الدوله، وهي حاله يبقى احسن من كده. والزمالك لو الدوله اتخلت عنه بحاله ده هيبقى مصيره مصير الفرق اللي بتهبط، بل بالعكس الفرق اللي بتهبط بتكافح لان مواردها على قدها. لكن نادي الزمالك عنده موارد كتير، ونادي بيجيب بطولات، ونادي ليه جماهيريه، ونادي ليه اعضاء، ونادي فين فلوس الاعضاء؟ بمناسبه الاعضاء، اللجنه اللي هم حاطينها بتاعت، انا اول مره اسمع عن لجنه تنقيه الاعضاء دي، طلعت كوارث برضو من النادي. اسماء وهميه، واسماء الاسماء اللي كانت بتنتخب افندينا عمالين يطلعوا في كوارث في نادي الزمالك. عرفتوا حسن موسى اتشال ليه؟ بس اهو البنان اهو يعني بدأ ايه، بس دي حاجه مش هيطلع كل حاجه. لك الله يا زمالك، ربنا يعينه. نروح لاخر حاجه بقى في الفيديو بتاعنا عشان طولنا عليكم. الجدع المجنون اللي اسمه اسامه حسن ده، بني ادم تحس انه لاسع كده. عارفين انتوا اسامه حسن ده اللي كان يطلع يقول لك ايه، لو الاهلي غلب هحلق شعري، لو الاهلي مش عارف عمل ايه. طالع يفتي فتاوي يقول لك ايه، امام عاشور راح الاهلي غصب عنه، ما راحش بمزاجه، واصلا كولر مش مقتنع بيه، واصلا هيمشوه من الاهلي، يعني هيطردوه من الاهلي لان كولر مش مقتنع بيه. ده الخطيب حتى كان واقف معاه عمال يقول له اجمد عشان انت داخل على هجوم جامد ومش عارف ايه، والاهلي هيمشيه. يا ابني انت مالك عمال، هو كهربا جاب لكم هلوسه وجننكم امام عاشور؟ امام عاشور ايه اللي جاي غصب عنه؟ برضو الكلام ده كنت سمعته قبل كده من طارق السيد، كان مع خالد الغندور تقريبا ومش عارف مع مين، وقال لك امام عاشور رايح الاهلي غصب عنه. غصب عنه ايه يا حبيبي؟ وكولر ايه اللي مش موافق عليه؟ الاهلي يدفع 3 مليون دولار في حاجه المدير الفني مش موافق عليها؟ بالعكس، امام عاشور ماشي بشكل جيد جدا جدا جدا، وكولر مبسوط بيه جدا جدا جدا. والكلام ده هيبان مع الوقت، مش هنقعد نهري كتير، والمطوشه جايه، وان شاء الله ربنا يوفق الاهلي في كاس السوبر اللي جاي. فضلا وليس امرا تدعمونا بلايك
وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، يا ريت لايك عشان الفيديو يلف لكل الناس. السلام عليكم.